السلام عليكم، ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ تعالوا بينا نصلي على النبي ونبدأ فيديو جديد مع بعض. اول حاجة معايا 6 عدد بيض وعليهم علبة فانيليا ونص كيلو من دقيق الاسبونج، وهضربهم كويس بالمضرب كده الكهربائي. عليهم نص كوباية مية، كوباية من اللي هي بتاع الشاي العادية نصها، وهخفق كويس جدا يا بنات بالمضرب لحد ما القوام يفتح معايا ويعمل زي الفوم كده ويعلى. حوالي ربع ساعة، 15 دقيقة وانت بتضرب. الصينية متبطنة مقاس 24، هحط فيها الخليط واضربها كويس واحطها في فرن. مدة التسوية يا بنات بتختلف من فرن للتاني، انا عامة بتابعها من بره. هنا بقى هقشر الطبقة اللي فوق ديت والجنب وكله بالشكل ده، وبعدين هغلفها بالاسترتش الغذائي ده علشان ايه هركنها على جنب لحد ما اجهز الكريم شانتي. طبعا هتحتاج معايا حوالي 4 اكياس كريمة ومية متلجة يا بنات علشان الكريمة تكون قوامها كويس. هخفقها كويس كده، وانا قسمت الكيكة ل3 طبقات. عاملة محلول مية عبارة عن مية متدوب فيها معلقتين عسل نحل وبسقي بيها الكيك كده. هبتدي بقى احط طبقات من الكريمة وافردها كده، بعدين احط صوص شوكولاتة، وفوق الصوص ده شوكولاتة شيبسي كده شوية. انت ممكن تحشي اي صوص انت عايزاه، بس انا حطيت طبقة من صوص الشوكولاتة وطبقة من صوص الكراميل، وكل طبقة هحطها من الكيك برضه هسقيها بالخليط اللي انا عملته بالعسل. وهنا هفرد جزء تاني من الكريمة وعليه صوص كراميل كده، واخر طبقة اللي هي بتاعة الكيك اللي هي دي. طبعا انا مقشرة الطبقة اللي عليها علشان زفرة البيض يا بنات، انا ما كنتش حاطة ورق زبدة، لو في ورق زبدة هو هيشيلها لوحدها. غلفت الكيك كويس واخدت جزء من الكريمة حطيت عليه لون احمر كده علشان ايه انا عايزة الكريمة تبقى بينك، وابتديت اعملها بالشكل ده من تحت كده وردات. انت بقى زيني بالشكل اللي تحبيه، بس انا ابتديت ازين بالشكل ده كده. دي تورتة الاحتفال بال500 مشترك يا بنات، حبيت افرح نفسي وافرحكم معايا بشكل بسيط كده. حطيت شوية اشكال كده زي فراشات واشكال ملونة كده وفيونكات من تحت، وهنا خلاص خلصت. شوفوها من جوه الارتفاع بتاعها حلو قوي، والطعم كان جميل قوي يا بنات، جربوها ان شاء الله تعجبكم. مع السلامة.